الهندس عادي بس بعيد ما راح يطلع الصوت. ها والله هذا صوته احسن من التليفون من كاميرتك والله. تايفون هذا؟ بس تقول لي بلش نبلش. انا شغال حبيبي. شنو بلش؟ والله بهولندا فرصتك الذهبية كلاجئ انتهين مغترب. اليوم اخي الوقت اللي يضيع منك راح تندم عليه بهالبلاد هاي. استثمر. لو تتعلم لك يا اخي لغة، لو اي مهنة، المهن هي قسما بالله يعلمونك اياها على طبق من ذهب. وكل مهنة اذا بدك تروح انت تسوي فيها وبلايدين يحققوا لك هذيك المصاري. لذا هالبلاد هاي نعمة علينا اخي. تعال استفيد وفيد غيرك، بالاخص انت اذا كنت قديم وعندك خبرة وتعرف امور مرت عليك تقدر تفيد فيها اهلك اللي اجوا جديد. يا اخي لا تبخل عليهم والله. ترى نحن منا وبعضنا بالنهايه. اذا ما خدمنا حالنا بهالبلاد هاي والله العظيم الناس راح تضحك علينا. وما لنا غير بعض ان شئنا ونبينا. الاجانب ما قصروا معنا من كل النواحي. يعني الامور اللي مقدمه ان نحن كلاجئين بهالبلاد ما قدمتها ان بلاد كانت مجاوره لبلادنا. صح مو صح؟ انما نكلت فينا واكلت فينا والى اخره. لذا الحكي الراد زاد والقاضي هذول صفحتهم بيضة كاجانب. انا شايف في كثير ناس انا عم بشوفهم عم يتنموا يتجرروا من هالبلاد هاي. اخي على اي اساس انت صار لك اليوم عمر ومتجنس وحاطط الجواز بجيبك وتقول لي لا مو عاجبتني انا هالبلاد؟ مثل القاعد بحضني وقاعد ينتظر بدفني. مو عاجبتك علش خذيت الجواز؟ احمل حالك. معلش الحزقيه قاعد ليش؟ فبطبيعه الحال انا اشوف نعمه ولا تنسوا الفضل بينكم. ليش؟ اذا كنت انت اصيل ما تنكر فضل الجنود ابدا 100%. فنحن اليوم والله نظل اوكي ممتنين لهالبلاد يا اخي، لانها والله العظيم يا اخي رعتنا وقدرتنا وعزتنا واحتضنتنا. لذا انا اليوم مسؤول عن نفسي ومسؤول ايضا عن غيري. اذا شفت طبعا من جماعتنا اليوم لما اقول مسؤول عن غيري بهدف اني احثه على الخير بالاخص بهالبلاد هاي، ما يروح يعفس فيها، لان مو مصلحتنا التعفيس. لو انت ابن شر وفلان من اهل الشر كان ضلوا يا اخي، او كان راحوا وظلوا بغير مكان اللي فيه فرضا مشاكل وحروبات والى اخره. كان يمكن ما طلعنا فرضا من بلدنا والى اخره. اذا جايين هنا نستر على حالنا ونفيد هالبلاد اخي، ونفيد انفسنا وما ننسى هنا اللي بسوريا اللي والله العظيم وضعهم الاقتصادي تحت الصفر. يعني الحمد لله على كل حال. نتامل نحن السلامه لاهلنا بسوريا، نتمنى نحن الموده بين الشعب السوري، لان بالنهايه نحن كسوريين ما لنا غير بعضنا ان شئنا ونبينا. بس انا الشيء اللي يزعجني اخي انه حتى بهالبلاد مقاطبين بعضنا، نجيب ونحسد، نجيب ونحقد، نجيب ونشيل على بعض، نجيب ونخرب على بعض، وينصبوا على بعض وننصب على بعض ونفازق بعض. عيب هالامور هاي وما حد يريد الخير لحدا. نحن بغنى عنها. واذا واحد عايش اليوم كنا شبعانين. اليوم والله العظيم في خير. يعني ما في حدا هنا بهالبلاد قديم ولا جديد. الله يعين بس جماعه الكامبات هذول حاله استثنائيه، الله يكون بعونهم ويفرج عليهم. بينما نحن هنا القديمين والجداد والله العظيم ما في حدا منا يا اخي فقير ويشكي وقاعد بالطريق ويشحد ويبكي. لا الحمد لله الله مكرمنا ومعطينا. فليش لحتى تبخل على غيرك انت اللي بسوريا؟ الا ما عندك جار محتاج بحاجه مساعده ابعث له يا اخي. الله راح يرزقك، الله راح يكرمك، الله راح يعوضك، الله راح يعطيك، الله ما راح ينساك اللي جابك من الجحيم لهالمكانات هي. فليش لحتى تبخل على غيرك انت بالاخص اذا كان محتاج بسوريا؟ انا قاعد احكي، انا قاعد اخص جماعتي مع احترامي لكل الجنسيات الموجوده العربيه اللي قاعد تسمعنا. هولندا قدمت لنا اشياء يعني ما نقدر، يعني فتحت لك مجال تقدر تشتغل اي شيء. يعني ليش انت تبخل على، يعني شوف بلد احترمك قدم لك كل شيء، وانت صار عندك ومعك وما عاد تعطي، لازمك تعطي. غلط. شوف انا عندي دائما كلمه اقولها، والله اذا تسوي خير رب العالمين ما راح ينساك. حتى اذا العبد اكل ونكل والله العظيم رب العبد هذا راح يكرمك، راح يدهشك من عطائه يا اخي. فليش انا اليوم كشخص كسوري فرضا هين صار لي عايش فتره طويله، اذا عندي مشروع اقدر افيد في ابناء بلدي، ليش لحتى ما افيدهم؟ ليش لحتى البعض من جماعتنا يجيب فرضا فلان من الناس تا يشغلوا عنده ويستغلوا تا يمص دمه؟
اكبر غلط نحن اليوم بهالبلاد هاي انه قاعد نستغل بعضنا. ليش ما نكون مثل هالخيو هاللاجئين، عفوا مش هاللاجئين، هالاجانب هذول، تحكوا هالاجانب هذول بشكل ملون من كل الجنسيات مختلف الاعراق الى اخره، وكلهم موظفين تلاقيهم بنفس الشركه وعايشين، يروح لبيته يرجع لشغله لا منه ولا عليه، لا ناقر فلان ولا كون فلان ولا نابز فلان، الا نحن مقاضين بعضنا نلابس بعضنا. هذا يفتح مشروع الثاني يروح يفتح مقابله ويبلش يخرب عليه ويدق عليه. ايش هالمهزله هاي؟ ايش بيك اخوي؟ تفضل عمي. Familie, het is niet eens vertaaien van 7 zaken. Ja, wil je het proeven? Wil je het proeven? Proef maar. اعطيه اعطيها كلها اعطيها كلها. بك مر على دي مني بك مر اعطيها كلها. خلص باك خلص طيب واحد يعني صديق من اصدقائي البعيدين هم القريبين، تعرف شو يقول لي انا ليش اشتغل وادفع ضرائب؟ في ملايين يشتغلوا، تعرف فكرين لي التفكير هذا الرجعي، فكر انه زاد بالملايين يشتغلون تعطونك راتب. يا اخي اليوم ليش انت يعني ما تشتغل؟ اشتغل قوم واشتغل وظبط امورك مشان ما تفكر بالتفكير هذا السلبي. شوف اليوم دائما انتم انظروا للشغلات الايجابيه، للنعم اللي الله كرمنا فيها، الشنت فاقد واليوم الله اعطاك، بس فكر بهالامور اللي الله اعطاك فيها، ولا تنسى الماضي تبعك عشان تتعلم منه وما تفسد في مستقبلك من الاخير، ولا تظل تفكر حتى كثير فيه، بس ولكن تعلم من دروس الماضي. ما في واحد فينا ما مر بكرب وصعب ومرض وحاله نفسيه وانهدم بيته وحط الفوق وجواه وانكب وانشتل ان كان بسوريا انطب اللخ الا قال بس بهالبلاد هاي. ما في واحد فينا كسوريين اخي يمكن من ال 180 كنا متعبين ومتشردين وانهدم بيتنا شفنا الامرين. فاليوم نيجي نحن الله كرمنا بنعمه، اليوم نتمرد نحن على هالنعمه اللي الله عاطينا اياها. لا هذا اكبر غلط، احمد ربك على كل شيء الله كارمك فيه. يعني اليوم نحن قاعد نلحق ورا شغلات انا اشوفها فاضيه، ان كان هذا يقول لي ما ادري شنو هذا مثل خويك ضرايب، والثاني ما ادري شنو هو مو عاجبه يمكن الطقس، والثالث ما ادري شنو. يا اخي لا يا اخي الحمد لله رب العالمين، الله منعم علينا وساتر علينا، وضعنا افضل من غيرنا، ونتمنى الستر والصراحه لهالناس، ونتمنى التوفيق لكل الموجودين. والله العظيم انا ما اتمنى الخير الا الا لكل الناس، والله لكل الناس، ما عندي مشكله حتى اذا شخص يعاديني يا اخي احترمه، يا اخي اكون احسن منه. يا اخي تعرفت عليه شخص كثير محترم، يعني محترم لا يعرف. الله يعزك طبعا، وانتم اعلى قدرا منا والله، والله ينعم، والله ينعم عليكم زاد ويسهل لكم يا رب ويوفقكم جميعا، انتم بالاخص كمتابعين كلاجئين كعربين متواجدين بهالبلاد هاي، الله يفرجها على اهلنا بسوريا يا رب، ويعمر هالبلد وتسهل امور العباد القاده الموجوده. الحمد لله وشكرا كثير لكم، الله يوفقكم يا رب.